مش مهتم بالعلاقه، فاهم؟ راجل خاف ان هو يتكلم عن العلاقات. يا نهار اسود، ده طلع قاعد معانا طلعوا وسطينا في كل حته. طيب احنا كنا بنتكلم على البريفليجز الراجل واخدها في المجتمع، وقلنا هنركن القصه دي على جنب. ماشي، خلينا نركن. اتكلمنا شويه على الجاز لايتنج واتكلمنا على قد ايه الراجل بيبقى اصلا ده ضعف من عند الراجل. صح. طب معايا رجوعا بقى لحته الضعف. يلا يا باشا. الراجل يفرق. انا عايز يا عم اتكلم مع الناس. اتكلم مع مين؟ يعني اتكلم مع ابويا مثلا. ماشي. اتكلم مع اصحابي. اتكلم مع متخصص في العلاقات. سيب لي السؤال ده بالله عليك. ايه رايك؟ ها بالله عليك فرشتها لك. بالله عليك شوت. بالله عليك بالله عليك. عايز تتكلم عن مثلا علاقه بينك وبين البارتنر بتاعك، صح مثلا؟ ماشي، حلو قوي. بص بقى يا باشا، انت النهارده لو انت رحت اي حد مش متخصص تتكلم معاه، والشخص ده يعرفك ويعرف البارتنر وكل حاجه والدنيا ايه حلو. يعني انا مش بقول ان الشخص التاني شرير خالص، لا، الشخص التاني زي الفل بس مش مؤهل. هي دي النقطه. ويعرفك ويعرفه، يعني في قصه كده حلو. طيب ايه اللي بيحصل؟ انت مش هتيجي تقول له والله اصل البارتنر بتاعي عمل حاجه تحفه، انت هتيجي تقول لي في مشكله. اكيد صح اكيد. طيب ايه المشكله؟ حاجه زي كده ان الشخص ده بيسمع منك المشكله، وبعد كده بيجي له مثلا بعد 6 شهور تحكي له عن مشكله تانية. مثلا في ال6 شهور دول انت اللي حصل بينك والبارتنر بتاعك حاجات كويسه، مش حاجات وحشه. حاجات كتير جدا كويسه، بس الشخص ده ما يعرفش اللي حصل في 6 شهور دول. هو ما يسمعش غير المشكله دي، بعد كده سناب شوت من الزمن راحت، بعد كده مشكله تانية. صح حصل. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان هو بيبتدي يريليت لاول مشكله ويقول لك شوف وعمل وسوى ومش عارف ايه، فبياخد عنه فكره سيئه لان هو ما حضرش السبيكترم كله من الريليشن شيب بتاعتكم. فهو بيبقى غير مؤهل اصلا، ان هو اصلا مش في الكونتكست، هو مش فاهم، هو ما جالوش، ما تصدلوش غير المشاكل بس. فممكن لو الشخص ده مش حكيم يبتدي يشيل، ومش هو مش حكيم ده، لو واحد اي حد طبيعي غصب عنه هيشيل. انا لو حد جالي حكى لي كل شويه الشخص ده عمل فيا كذا، الشخص ده عمل فيا كذا، وانا هدف مع اللي بيحكي لك غالبا بس وخلصت. فاهم قصدي؟ لكن الدكتور مش كده بقى. الدكتور مش كده، الدكتور بيمسكك انت، هو اصلا ملوش علاقه بالبارتنر بتاعك، هو بيمسكك انت يخليك يفهمك، يفهم الموتيفز ده، ويفهم انت اذا كان انت في حاجه انت ما عملتهاش او عملتها غلط، وبيبتدي بيشتغل عليك انت، مش بيشتغل على العلاقه غير لما حد تاني يخش. يعني لما يجيب ما يسمى بالقابل ثيرابي بس. انت محنك انت هدي انت مش سنين انت مش سنين على الفاضي. عيب عليك. لا ف لو بغرض الفضفضه صحابك، لو بغرض الفضفضه وما حبسش ما حبسش صراحه. انا من مدرسه اللي يحصل بينك وبين البارتنر بتاعك، بينك وبين البارتنر بتاعك. انا معاك. ولو انتوا اتكلمتوا بقى، ودي توبيك اصلا تاني، ان الراجل يعرف يتكلم. الراجل ما بيعرفش يتكلم مع البارتنر بتاعه باي ذا واي، ما بيعرفش. الراجل ده عباره عن شخص كبير كبير جسما في مخ طفل. ده الراجل قاسي بس قاسي. انت قوي انت بتقول راي الكلام اللي الستات كلها بتقوله، عشان دي حقيقه كلهم عقلهم الا من رحم ربي، الا من رحم ربي. الموضوع ده بيضايقني فشخ. ليه بقى يا صاحبي؟ ماشي، احنا ممكن نكون كلنا اطفال حبيب. لا وهي لا لا واحنا كلنا لا الست ليه بتخصص من الراجل؟ اقول لك ممكن اقول لك بالدليل. قول بالدليل. البنت بتعرف تعبر عن مشاعرها ولا لا؟ الديفولت المفروض يعني الديفولت في طبعا. لا في طبعا ناس تقول لك مالها، ماليش دعوه. صح بس خلينا نتكلم عن الديفولت. لو احنا هنجيب ست وراجل، غالبا البنت هي اللي بتعرف تتكلم، بتعرف تقول اللي هي حاسه بيه، وبتعرف تكوميونيكيت مشاعرها، وخد دي بقى بتعرف تليبل الشعور. يعني هي فاهمه ان ده غضب، فاهمه ده مش كل الستات، بس النسبه الغالبا هتبقى هي الست اكتر. مش هختلف معاك عشان انت قلت غالبا. لو كنت قلت كل لا بهدلني. لو انا قلت كده بهدلني غالبا عامه. لو انا قلت كده بهدلني ماشي عماله يعني في الشارع تحت تمام. طيب ماشي. فالراجل عشان هو شخص عنده lower emotional maturity عن الست. ده وجهة نظري فاهم قصدي؟ وده الاغلب، مش كله. الراجل بيبقى عباره عن جسم كبير وعقل. طفل عنده 3 سنين لما بيتضايق بيعيط، ما بيعرفش يتكلم. يعني ايه الفرق بينك وبين الطفل؟ انت بتعرف تتكلم تعبر. لو انت مش عارف تتكلم تعبر، ايه الفرق بينك؟ خلاص قلبت طفل. فاهم قصدي؟ لا ما متضايق. ايوه متضايق ليه؟ متضايق، سيبيني في حالي. ما تتكلم. انت مش طفل. افتكر بقى ان انت عندك 33 سنه. افتكر بس القصه دي، فاكر يعني فاهم؟ 3 سنين الواد ده عنده 3 سنين ده خلاص ولا لا متضايق دلوقتي، سيبيني في حالي.
الراجل بيحب يبروس الدنيا لوحده ومش عارف ايه الكلام ده كله، بس اتكلم معاها قول لها انا دلوقتي في انا كراجل محتاج ان انا ابروس الموضوع ده لوحدي عشان انا حاسس بشعور 1 2 3. لو انت اديتيني فتره من الزمن انا هبقى ببروسس وهاجي اتكلم معاكي عن اللي انا وصلت له. بيكومينيكيت بيتكلم، لان احنا كلنا عارفين ان البنت لما بتبقى بتجو ثرو سمثينج ما بتعرفش تتكلم او بتعرفش تفصل لوحدها. مش دي الطريقه اللي هي بتبروسس بيها. الراجل بيبروسس لوحده، هو دي الديفرنسز محتاجين نحترمها. بس ان الراجل هو عارف ان ده مؤلم جدا للبنت، مؤلم جدا ان الراجل يبقى مره بيتكلم كده وبعد كده مره واحده ياخد جانب ويقفل على نفسه ويبروسس الدنيا لوحدها. هو ده عامه الطريقه اللي الراجل بيبروسس بيها. معلش انا بعمل كده، بس كوميونيكيت ده ما يبقاش مره واحده كده تانترم دايما في الارض وسيبيني في حالي. ايه الهبل ده؟ اكبر بقى اكبر. انت يعني انت شحط ديل وذ ات، انت ادلت يعني. اتكلم يعني فرق بينك ايه وبين الطفل عنده 3 سنين؟ والله فعلا الطفل عنده 2 سنين اتعور بيعيط، جعان بيعيط، عايز يرضع بيعيط، انت زيه بالظبط. انت مش عارف تتكلم، قول يا ابني مالك يا ابني ما تنطق، فاهم؟ لا ما انا ما بعرفش، فاهم قصدي؟ طيب فنرجع بقى للقصه. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في ان مش مشكله. حلو، مش مشكله والله، مش مشكله. اكتبوا لنا في كومنتاتكم نتكلم مش فاكر. فالقصه في ايه؟ القصه ان الراجل ما بيعرفش يعبر زي الست بتعبر. ماشي، حصل ان انت قلت كده، مش نتفق يعني. في الاغلب ماشي، في الاغلب دي اللي مخليك تفلت من طاوله القانون بالنسبه لي. بس انا بريليت بصراحه القصه. حبيب قلبي كلنا انا مش بريليت بس مش عايز بقى انت ممكن انت حبيب قلبي لا مش بعمل كده حبيب قلبي. انت ممكن تكون من الناس مش مرج، انت ممكن انت من الناس اللي ربنا رحمها، اللي ربنا يعني لطف بيها. بكلم ازيد من اللازم ساعات يعني. انت من الناس اللي ربنا حباهم بحاجه زي كده. you should be proud يعني ما شاء الله يعني فاهم قصدي. بس الراجل جنرال سبيكينج هو الشخص اللي لما بيتاذي نفسيا ما بيعرفش ليه بالمشاعر. انا عرفت كنت بتكلم في ايه. تتكلم مع مين لما تبقى حلو قوي. فقلت اصحابك تحافظ معاهم مع ان انت انا ضد ده. انا شخصيا شايف ان العلاقه بينك وبين البارتنر بتاعك تفضل بينك وبين البارتنر بتاعك. مليون في المية. حلو طيب. مليون في المية. اتكلمت انت كراجل، اتكلمت وواجهت وعبرت ويليبد مشاعرك ويبروس لوحدك واتكلمت وعملت والقصه ما اتحلتش وتش 90% تتحل. 90% من الناس اللي بتروح كابل ثيرابي بيبقى الراجل أيوة. هو اللي مش عارف يتكلم فبيضطر يروح كابل ثيرابي تخرج منه الكلام. الله ينور عليك. لكن 90% من المشاكل لو الراجل عنده الشجاعه الكافيه ان هو يتكلم ويعبر ويحط ليبل لمشاعره، يعني يبقى فاهم هو الشعور ده معناه ايه. هل ده غضب؟ هل ده استياء؟ هل ده ريزنتمنت؟ هل ده كره؟ هل ده غيره؟ هل ده حقد؟ هل ده تروما قديمه؟ هل ده تروما تريجرد ولا حاجه؟ فاهم؟ لو الراجل عارف انسكيورتي، لو الراجل عارف يحط عايز مصطلحات يعني. لو الراجل عايز، ما هو في ناس جاهله. لو الناس لو انا عارف احط ليبل لمشاعري، انت كده بدات ما شاء الله تترقى من طفل عنده 3 سنين لباخل عنده 25 سنه. الله اكبر عليك، مبروك. فاهم قصدي؟ كونجراتيليشنز، انت وصلت للادلتود اخيرا. فاهم قصدي؟ عارف تحط ليبل انا ايه الشعور ده معناه ايه. فاهم قصدي؟ صح. فلو انا عارف اتكلم 90% والله 90 بحلف من 100 من المشاكل مش هحتاج ثيرابيست. فاصلا المشاكل اصلا عشان تتحل بتبتدي من عند الراجل يعرف يكومينيكيت. ما عرفتش يعني اتكلمت وقلت وهات وخد وبتاع ومفيش، روح لثيرابيست. فاهم قصدي؟ مش عيب ولا حرام. لا ده هو صح كده يعني ماشي. هو طبعا مش عيب ولا حرام. طبعا ده هو ده الصح بتاعه. ماشي. روح لثيرابيست، معلش شخشخ جيبك، فاهم؟ وروح لثيرابيست. بس الثيرابيست ده حاجه جديده علينا برضو يعني. هي يعني قصدي بحس ان الثيرابيست حل محل حاجه، هو ممكن يكون ده الاصح، بس يعني في وضع تاني، في ظروف اخرى، حد فاهم، حد لكل الناس حد يبقى اتكلم في الاقاليم، مش يبقى اتكلم، فاهم قصدي؟ مع احترامي يعني يا عم اتكلم يا عم، مع احترام الفلاحين. ايوه انت كفلاح اتكلم. بس بقى بتكلم القاهري اتكلم فلاحي، يعني هي لغه يا اسطى. ما انا مش عارف اتكلم. انت فاهم ان هم 90% ما بيعرفوش يتكلموا، يعملوا ايه بقى؟ لا اتعلم يا حبيبي، اكبر بقى، مان اب، استرجل بقى يعني يا اسطى. لا ما بتمشيش كده. الموضوع مش بالبسط يعني. لو الموضوع ليه ما كانش حد جاله اكتئاب منتهى. لا مش قصدي كده، هي منتهى الصعوبه. خلاص اديني روشته كده. انا كشاب كروي مش عارف اروح للسيرة بتكلم، اعمل ايه علشان اعرف اديل مع مشاعري وافهمها واخش بقى في العقلانيه والادلت هود والكلام الجميل؟ اعمل ايه يعني؟ انا عامل نيتي حلوه، انا نفسي الدنيا تتحل. اعمل ايه بقى؟ تبتدي من القهوه. اسمعني بس، القهوه. لو انت مش عارف تتكلم مع اصحابك غير في الهق والماء والهبل، مش عارف تاخد ديب كونفرسيشن مع اصحابك، يبقى انت مش هتعرف تتكلم مع البارتنر بتاعك.
طب ما لا ازاي؟ اسمعني بس، اسمعني. الراجل بيتكسف وبيخاف يتكلم عن البارتنر بتاعه في حاجات دي بلاي. اصل هي مش تفهمني، ده هبل. اصل هي مش تفهمني، اصل الكلام ده صعب عليها، اصل هي مش تتقبله، اصل هي مش عارف ايه. ده كل ده انسكيورتيز عندك عشان انت مش عارف تديل مع المشاعر بتاعتها ومشاعرك بطريقه ادلت. حلو. بس هي الفكره ان انت اصلا ممكن اصلا شخص ما بيعرفش يتكلم. هل انت عارف تتكلم اصلا مع اصحابك ولا انت واخدهم بس علاقه سطحيه؟ غالبا بتبقى علاقه سطحيه. الله ينور عليك. هي عاده القهوه كلها هي مش عارف تفتح كونفرسيشن. فاهم قصدي؟ مش عارف تفتح كونفرسيشن. انا يا عم بتكلم على نفسي. انا لما كنت بقعد مع اصحابي على القهوه ايوه يا عم مين هيقعد؟ ما بعرفش اقعد ربع الكلام اللي بقوله لك ده والله العظيم ما يطلع مني. اقسم بالله ما يطلع مني. هي قاعده حلوه، اخد السموزي المانجا، اي كلام من هنا على اي اخد الزبادي خلاط. والله زبادي خلاط ده فشيخ. اخد زبادي خلاط، يا رب الزبادي خلاط يعمل لي سبونسر. اخد زبادي خلاط وهنروح فين وهنعمل ايه وهنسافر فين عندي مشاكل. عنده مشاكل. عارفين نتكلم، عارفين نتكلم، مش عارفين. عايزين بس القعده تبقى حلوه ولذيذه. مش عارف، مش خايفين القعده تقلب غم. صح يا عم تقلب غم يا عم. طب ده ليه علاقه باللي قدامك؟ يعني هل انت ممكن تبقى شايف اللي قدامك اصلا مش قادر يستوعب كلامك فما تتكلمش؟ جربته يعني ايه جربته وما يعني استوعبش. عاشرته لا كده جربت تتكلم وقال لك والله لا طلعني بره القصه دي، ولا قاعد معاك ولا انت ده اسامبشن يعني من عندك اللي هو بس. ايوه ما ده الراجل ده لسه قال كده، الراجل المحترم ده قال ان ما انا رحت. ما انا الشخص اللي ما بيعرفش يتكلم. I've been there. انا الشخص اللي ما بيعرفش يتكلم، انا الشخص اللي عايز علاقه تبقى طب انت حاسس ان انت تحولت من شخص ما بيعرفش يتكلم لشخص بيعرف يتكلم؟ يا لهوي ما هو ما بقاله ساعتين بيتكلم يعني. ده انا خربانه مع خربانه. طبعا. طب الخطوات مشيت ازاي بقى؟ ما انت بقول لك اهو. ما انت قلت لي الاول لو ما بتعرفش تتكلم مع حد هي واحده ساعات مثلا اقول لك على حاجه زي ما كريم بيقول كده. لا اصحابي هم اصلا وانا عانيت من هذه المشكله فتره. انا ماليش في الشالو توك دي اللي هي والسمول توكس او الكلام اللي هو اي كلام وخلاص. لا انا مش صحاب قاعده. انا احب ان احنا ممكن نقعد بالساعات وبالايام وكل يوم. حلو. وحرفيا انت مش عارف انا عامل ايه. عفيفي انت شخص مش بهرب والله. ما شاء الله انت مش شخص معتاد. الله اكبر، دي حاجه حلوه. انا بمدح فيك يعني. انت من الاشخاص اللي ما شاء الله جيفتد ما شاء الله يعني. بس معظم الرجاله انا قصدي ساعات ببقى عايز اتكلم مع الناس، مع الشباب دي اتواصل معاهم ما بيجيش معاهم. فانا عايز بقى احط نفسي مكان واحد سمع كلامك، سمع البودكاست الجميل وقال لك ايوه انا عايز اتكلم واطلع بتاع. بس كل اللي حواليا زي ما كريم بيقول كده كل اللي حواليا اولاد. جربت اصل هي فكره. انا جربت مع صاحبي اللي بتاع حقه ما خلاص غيره. مش بهرب والله. المشكله في صاحبك مش شيك. بس هي الفكره ايه؟ الانسان محتاج حد في حياته خالص. هو عمل ايه؟ كون الشجاعه ايوه انه يتكلم. يعني انا مش فارق معايا صاحبك اصلا يا عم، هو مجنون فاهم. هات قط اتكلم معاه فاهم قصدي. اتعلم تتكلم. انا بغرب ايوه اقعد قدام المرايه اتكلم، طلع الكلام ده براك يعني. هو في مخك. الرجاله عندهم ايه؟ الرجاله عندهم هنا اعصار. طب ينفع يكتبوا 60 جيجا اكتبوا اي حاجه. بس خلي بالك من حاجه. انت في الاخر لما تيجي تكوميونيكيت مع البارتنر بتاعك مش هتتكلم بالورق او القلم. ممكن عادي. طب اقري ده اللي انا حاسه بس اقري ده بقى ايه يعني. ده انت كده ايه في ابتدائي وبتتكلم اللي بتتعلم فانت والله في ناس بتعمل كده. اترقيت. قول لي مثلا بتروح 10 حاجات بتحبها فيا 25 ساعه مش مشكله. بس انا عايزه يوصل لواحد ده خريج جامعه يعني ماشي. واحد خلاص يعني فاهم كبرنا. تبقى خطوه طيب مبدئيه خطوه ماشي اكتب خلاص. كتب تصل بتاخدنا قد مش باخد الخناقات ده يا صاحبي. انت هناك عمال يقول لك انت جبت ربنا يخليك. انت هناك ربنا يخليك. احنا بنحاول نوصل لك اقسم بالله يا عم والله العظيم. بس ماشي. الفكره في ان انت في الاخر لما تيجي تكوميونيكيت مع البارتنر بتاعك ايفنتشولي هتتكلم معاه في سيتنج ان انت بتتكلم معاه صح غالبا ببقك يعني مش بالكلام. فانت محتاج ان انت تتدرب ان انت اللي جواك يطلع كلام، يطلع لغه. فاهم قصدي؟ الطفل لما بيعيط هو مش بيعيط عشان هو عايز يعيط، هو جواه حاجه، جواه شعور مش عارف يعبر عنه فبيعيط او يعمل كده يدبدب في الارض. سمعت الدبدبه؟ يدبدب في الارض. تانترمز بيقول لك ايه تانترم. على فكره في رجاله وستات لما بيتعصبوا بيخبطوا رجلهم في الارض. مش بهرب والله. بيدبدبوا خصوصا الستات بيعملوا تانترمز. ده معناها ان الشخص ده ما بيعرفش يعبر عن مشاعره. معناها ان هو عنده ايموشنال مش ايموشنال انسكيورتي قصدي مش ماتيور ايموشنالي اماتيور ايموشنال. اللي بيعمل تانترمز ده هو اللي بيتعصب. ده هو عشان بيتعصب ليه؟ عشان هو جوه حاجه عايز يطلعها مش عارف يطلعها. انت بتعلم تتكلم. اتعصب. انا اتعصبت النهارده في المطلق. ما انا اتعصبت النهارده كذا مره فاهم عشان انا عندي جوايا شعور مش عارف اطلعه. مش عارف اطلعه بالهداوه كده. مش عارف انت مش عارف ولا مش عاوز او مش شايف ان ده المكان والشخص المناسب اللي تطلعه. لا ما
لو ده مش الشخص المناسب تطلعه هتفكس له. هي دي بقى الموشن ماتيوريتي بقى، ان انت مش هتبقى انت بستفز قوي اصل انا رد فعل. لا يا حبيبي انت مش رد فعل. لما حد يغلط في قدام اصل انا رد فعل. لا يا حبيبي انت راجل او انت ست ايا كان، بس انت عندك ايموشنال ماتيوريتي. انت مسؤول. انت اوريدي مسؤول. مفيش حاجه اسمها لو انت تقول انا رد فعل انت سلبت اصلا حريتك. انت بقيت عبد للفعل بصراحه. بقيت انت رد فعل ليه بصراحة. انت عبد ليك خلاص. انت كده سلبت نفسك، سلبت ارادتها اصلا. يعني ده معناه ان انا خلاص مخي يركنه، مخي يركنه، تربيتي اركنها، ديني اركن بقى كله بقى. لا ما انا اصلا رد فعل بقى. حتى لو انت رد فعل، بس انت ممكن تصيغها انت لو رد فعل انت مسؤول عن رد الفعل برضه. لا يعفو محدش يقول لي انا رد فعل، لا يعفو عنك المسؤوليه يعني. من الاخر اللي هيقول لي في الكومنت انا رد فعل اعمل له بلوك. ما انا مفيش رد فعل. انت راجل عاقل متربي، عندك دين وعندك مسؤوليه وعندك خبره وعندك لسان وعندك مخ. احكم نفسك يا عم، احكم نفسك معلش. فاهم قصدي؟ على فكره انا الشخص اللي كان بيعمل تانترم انا يعني انا فاهم كويس جدا. انا عارف انت مش جاي من حته بتنظر يعني، جاي من التجربه. ده انا جاي في الطين فاهم. أيوة. ده انا طالع من الوحل فاهم. فانا فاهم يعني ايه ما بعرفش اتكلم. اول ما بيتعصب بيضحكني. فانا فاهم يعني ايه ما بعرفش اتكلم. فاهم يعني ايه ان انا ابقى رد فعل. افهم كل ده، بس انا بتكلم الشخص اللي مر بده. فاهم قصدي؟ فانت ممكن نقول مثلا احمد امين المتعافي. احمد امين المتعافي او البيتعافى اصلا. احنا او البيتعافى يعني انا شخص توتالي ايموشنالي ماتيور. لا طبعا، لا طبعا، وهموت مش ايموشنالي كومبليت. فاهم قصدي؟ هموت كده. بس قصدي بتعافى. اتس ورك ان بروجرس. وهل انا على طول اي فعل ببقى هادي ورايق ومش عارف ايه، ولا ساعات بتعصب؟ اكيد بتعصب. ما انا مش ملاك. فاهم قصدي؟ بس احنا هنا مش جايين نتكلم على يعني، احنا هنا جايين نحط الكونسبتس. طب الحاجه اللي رقم واحد فرقت معاك من ان انت تتحول من شخص مش ماتيور لشخص ايموشنالي ماتيور او في الطريق يعني. او في الطريق. رقم واحد يعني لو هتحط الليست مثلا 10 حاجات خلوك تتحول من هذه الحاله لهذه الحاله، ايه الرقم واحد؟ شخصيا جدا، تجربه شخصيه جدا. كميه مذاكره مجحفه. مذاكره منين بقى؟ يوتيوب عادي مشترك فيه. عندك اكونت يعني؟ عندك اكونت بيد كمان. والله وانا عندي اكونت بيد والله العظيم. قصه. ما لو الكبار بيعملوا اشتراكات. انا سينيور، عايز احط رجل عليك. انا سينيور. كميه مذاكره مجحفه عشان افهم اصلا نفسي وافهم انا ليه بمر بده وافهم انا ليه ما بعرفش اتكلم. ده ياخدنا للنقطه اللي احنا قلناها. انت ما بتتعلمش هاو تو ديل وذ صاحبي. في ناس بتموت. واحد عنده 90 سنه ميت وهو سنه 3 سنين. لا لا لا، او اقسم بالله معاش. لا 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 90 سنه راح اقدر بس. فاهم قصدي؟ فلا يا صاحبي، لا اتكلم. انت شخص عاقل، ولو مش عارف اقرا واتدرب في قدام المرايه. هات قط اتكلم معاها. هات واحد شخص عاقل انت عارف ان هو يا عم اهلي. يا عم انا ما كنتش بعرف اتكلم قدام اهلي. جربتهم والله. قلت مره ارمي كده، قلت انا حارم نفسي، حارم من سنين ضيعتها في عدم الكلام. حارم لان على طول كنت حاطط اسامبشن انا لو اتكلمت مع ماما هتقول لي كذا، لو اتكلمت مع بابا هيقول لي كذا، لو اتكلمت مع اختي هتقول لي كذا، مش عارف ايه، ودول مش هيفهموني، ودول مش هيحسوا بيا، ودول هيقفوا ضدي، ودول يحكموا عليا كل الكلام ده طلع في دماغي. كله طلع في دماغي. فاهم قصدي؟ يعني واقول لك على حاجه، لو اتكلمت واللي في دماغك طلع صح المشكله فيهم، مش انت مش مشكلتك ان انت اتكلمت. ايوه فاهم قصدي؟ ايوه. التأثير ده النفسي بقى بعد كده ايه؟ تأثيره نفسيا ما بيبقاش احلى حاجه. روح الدكتور. انا دور الضحيه عايزين نلغيه بقى. انت ما تسلبش نفسك من ان انت تعرف تتحكم في مشاعرك وتعرف تتحكم وتاخد خطوه وربنا موجود. ادعيه صح، اتكلم مع ربنا، ادعي ربنا وهيسهل لك الامر كله. بس ما تحطش نفسك اسير جوه حاجه مش محتاج تبقى اسير فيها. فاهم قصدي؟ 100% اتفق معاك 100%. بس فرقم واحد ان انت تتعلم. ده اللي حصل لي. انا برضه مش عايز انقل تجربتي على الناس. لا انا بسالك عن تجربتك. يعني مش عايزك تدي نصايح للناس. مش ده انا بكلمك على تجربتك انت. انا شخصيا انسبايرنج لحد ممكن لا عادي. انا كده انسبايرنج ممكن لا انا كده والله العظيم. او لا ممكن لا انا مغرور او ممكن لا بعرف احط ليبل لمشاعري اهو. انا ده غرور. ماشي انا منافق. ماشي
انا متفق معاك الصراحه. بس يا صاحبي بس متفق فمحتاجين ان احنا ودي 90% الرجاله بيواجهوا الموضوع ده، والبنات عادي جدا. في بنت ممكن تتكلم معاها تتخبط رجليها على الارض ومش عارف، بس انت هتبقى انت شخص سوي بقى. دي محتاجه تشتغل على نفسها. مش المشكله انت اتكلمت خالص مش مشكله ان انت اللي اتكلمت، هي محتاجه تشتغل على نفسها. عايز اقول حاجه، انا مش عايز اطول يعني، بس احنا طولنا فشخنا الناس. بس عايز اقول حاجه، قد ممكن ده يبقى موضوع حلقه تانية يعني، بس نتكلم عنه بايجاز. بس ساعات الانسان بيبقى مش عايز يتكلم علشان حاسس ان الكلام هيفتح عليه فتحه. ايوه صح، وهنخش في قصه بنت كلاب، فاهم؟ صح، وخبي دماغك بقى في السكتين زي النعام. صح خلاص. انا ده اصلا هاجي اقول لها طبعا انت عملتي كده الصبح ضايقني، فهي تقول لي طب ما انت اول امبارح عملت مش عارف ايه ضايقني. طيب حلو السؤال ده. ماشيه، سيبها ماشيه. حلو السؤال حلو السؤال. في فرق ما بين حلو فشخ. في فرق ما بين انت تتغافل على الحاجات اللي مش فارقه لك. يعني انا مش بقول ان انت تمسك في كل حاجه وتتكلم فيها، برضه ده اي غباء، ده غباء. في تغافل. امشي موبايلي بيرن. تغافل ولا قصدك تسامح يعني؟ موبايلي بيرن يعني شوف مين ده موبايله بيرن. مين ما اقرا يعني قول لي مين. كنسل. طب ممكن تتفرج على الحلقه. ما يبقى عارف ان هو بيصور ساعتها عادي. ماشي. في فرق بين التغافل. تغافل يعني تغافل اكنه ما حصلش، مش تسامح يعني انت اتضايقت وعدتها. تغافل هو ما حصلش. هو ما حصل، انت مش شايف. عشان الدنيا تعدي، لان هي معلش انت لو كنت انت حاطط منديل في بين صوابعك دلوقتي انا شفته، فاهم قصدي؟ انا شفته. هي ممكن ما تقبلش حاجه زي كده، انا شفته. وهي ممكن ما تبقاش حاجه زي كده، فاهم قصدي؟ انا اللي حصل دلوقتي تغفلت. مش فارقالي دورك في ايه خالص، فاهم قصدي؟ هي ممكن بالنسبه لها فكرتني عشان دلوقتي ما حطيته، بس ما علينا يعني. انت بقى تغافلت اصلا. تغافلت عن نفسك. انا بتغافل فشخ الصراحه. حلو. فهي كده بتتغافل لك. اكيد كلنا بنتغافل، صح. فانا ماشي الدنيا. امتى بقى لازم اتكلم؟ لو جاي عليا قوي بقى، لو انا الموقف قاعد بفتكره بيتعاد جوايا. دي علامه. مش عارف اتغافل، مش عارف اتخطاه. بفتكر الموقف، وكل ما افتكر الموقف نفس الايموشنز اللي حصلت لي تحصل لي تاني. ايه ده انا مش ده انا حابس نفسي جوه الموقف. انت في لوب بقى كده، محتاج تكسر، تتكلم. لازم اتكلم، خلاص انتهى الكلام ده على فكره بفلوس والله فعلا. وكده عرفنا امتى نتكلم وامتى نتغافل وامتى نتجاهل. هتنهي ولا ايه؟ عندك حاجه عايز تقولها؟ عندي كتير بس في الحلقات الجايه. صح، الحلقات الجايه. انا خدت الصراحه خدت الحديده كتير النهارده. لا الكلام لسه مخلص. الانسان هيموت زي ما احمد بيقول، وهو لسه مش عنده 3 سنين. مش عارف نفسه. فلو انت حاسس انت عندك 3 سنين من جوه، البودكاست ده ليك. لو انت عايز تبقى شخص ماتيور وعارف يتكلم عن مشاعره وعن علاقاته، يبقى البودكاست ده ليك. ممكن تقول الحته بتاعت تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس وكده. كريم قالها وانا ما قلتش.